الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في حديثه عندما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ومن هنا يمكن أن نفهم بسهولة أن قربك من الله ورضاه عنك يستحقان أن تجهد نفسك لنيلهما. اصطفاء الله لك من بين الكثير ليس بالأمر الهين ولا بالمغنم الزهيد، والتسابق عليه أحرى من كل سباقاتك الدنيوية. تحب أنك تصدر الترند وتصبح حديث الناس، أم أن يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ طيب، تحب أن تكون مقرب من ملك أو أمير أو حتى شخص ثري، أم أن تكون من المقربين من الله؟ وبالمناسبة الوصول إلى الرفعة والتميز عند الله أسهل وأيسر بكثير من الوصول إليهما عند الناس. جرب مثلا أن تتقرب من شخص ذو وجاهة ومال، مش سهل. لكن طريق الله ليس مزدحما كطريق البشر. طريق الله لا يسلكه إلا عباده القليل الذين غلب عقلهم جنون الحياة وغلبت حكمتهم حماقة الدنيا. تخيل أن هناك سباقين، أحدهما شاغر فاضي وفي نهايته كنوز لا حصر لها، والآخر مزدحم والناس فيه يتقاتلون، في نهايته حفنة من التراب. بينما يسلك الكثير الطريق الثاني، ماذا ستسلك أنت؟ لهذا السبب دعا الرجل أن يكون من عباد الله القليل، ولنفس السبب فهمها عمر فبكى ودعا الله خلف هذا الرجل، لأنها رفعة لا تضاهيها رفعة أن تكون من عباد الله القليل. إذا كنت مستقيما على أمر الله والناس يتهمونك في عقلك إن خالفت أهواءهم وشعرت بالوحدة بينهم، اثبت يا أخي، لا تستوحش الحق لقلة السالكين. إذا كان الله ورسوله معك فليس هنالك قلة ولا ذلة ولا وحشة.